حياكم الله، مرحبا، اهلا وسهلا. البارحه كان الموعد مع قرعه نهائيات كاس افريقيا 2025 2026، لانها تبدا في نهايه السنه وتنتهي في نهايه السنه الجديده لاول مره في التاريخ لاسباب مختلفه. والبارحه ايضا مساء واليوم قرات وسمعت مثلكم لي الكثير من التعاليق والتحاليل والتوقعات والتكهنات، سواء كانت فنية أو إعلامية وجماهيرية، وهذا أمر عادي وطبيعي عندما يتعلق الأمر في كل مرة بعملية قرعة التي تعتبر جزء من اللعبة وجزء من الحظ وجزء من المنافسة. حبيت اليوم نعلق مثلكم على هذه العملية، ولكن من وجهة نظر مختلفة أو غير محودة، ولو أنه كل واحد فينا حسب مقامه حسب موقعه، بالعكس حسب موقعه ممكن يناقش ويحلل ويتوقع كما يريد. القرعة هي قرعة، وهي جزء من اللعبة وجزء من الحظ. أنا من وجهة نظري عموما كانت متوازنة، لا توجد مجموعة قوية ومجموعة ضعيفة، ولا يوجد منتخب قوي ولا منتخب ضعيف. المنتخبات العربية الخمسة المشاركة في هذه البطولة حظوظها مفتوحة، سواء كان المغرب البلد المنظم، الجزائر، تونس، مصر، جزر القمر، وكذلك السودان. صعب جدا اليوم نتكلم عن الحظوظ وعن التوقعات والتكهنات، لأن البطولة ما زال لها 10 شهور. يجب أن نتحدث عن التكهنات والتوقعات عشية البطولة، بعد ما تنتهي أيضا تصفيات كأس العالم. تعرفوا بأنه في شهر مارس المقبل مباراتين في تصفيات كأس العالم، شهر يونيو كذلك، ثم شهر سبتمبر وحتى نوفمبر تنتهي التصفيات المؤهلة للمونديال. يعني نكونوا عارفين المنتخبات اللي داخلة بمعنويات مرتفعة ولعبت 6 مباريات أخرى وارتقت إلى مستويات أخرى، فتكون في نهاية السنة في مستوى آخر. تصوروا مثلا لو الجزائر أو تونس أو مصر في من هنا إلى نهاية السنة يكون خرجوا من سباق التأهل إلى المونديال، فكيف راح يكون حظوظ هذه المنتخبات في تصفية في نهائيات كأس أفريقيا؟ فالأول يجب أن نضع البطولة في السياق، يعني في نهاية شهر ديسمبر مش اليوم. ثانيا نشوف الوضعية المعنوية، إذا كانوا متأهلين لنهائيات كأس العالم أم لا. ثالثا نشوف ايضا ظروف اللاعبين انذاك في نهايه شهر ديسمبر، لانه تعرفوا بانه الكثير من المنتخبات تعتمد على لاعبين محترفين. نشوفوا ظروفهم الصحيه، اذا كانت في المستوى تصوروا ان منتخب يجد نفسه ب3 أو 4 لاعبين اساسيين مصابين في تلك الفتره. اوكي، تقولوا لي احنا نتكلم بصفه مجرده، ولكن الحديث عن الحظوظ بصفه مجرده ليس اليوم. نتكلم عن الحظوظ بصفه مجرده في عندما يحين الموعد، وبالتالي ما يمكن أن يقال اليوم هو مجرد سيناريوهات. قد نقول بأنه ممكن في المجموعة الفلانية هذا المنتخب وذاك هما المرشحان للتأهل إلى الدور الثاني. ما ننساش بأن ال4 أحسن ثوالث يتأهلون كذلك إلى الدور الثاني. أما عن التتويج بالبطولة فيبقى البارحة واليوم وغدا يبقى منتخب المغرب هو المرشح نمبر 1 للفوز بالبطولة، لأنه أقوى المنتخبات الإفريقية، ولأنه ينظم البطولة أيضا في بلده. بالنسبة للمنتخب الجزائري قريت شوية بعض التعليق اللي تقول بأنه احنا حظنا دائما بوركينا فاسو وحظنا دائما غينيا الاستوائية وعندنا معهم ذكريات جميلة وسيئة كذلك. أيضا مجموعتنا ليست قوية وليست ضعيفة. وبعدين رغم وجوده في التصنيف الرابع منتخب السودان، ولكن أنا عندي تقدير واحترام كبير لقدرات السودان أكثر من بوركينا فاسو وغينيا الاستوائية كما اليوم، لأنه المنتخب أخرج غانا، منتخب يحتل المركز الأول في تصفيات كأس العالم على حساب السنغال لحد الآن طبعا بعد 6 جولات. وبعدين الهلال في أفضل أحواله هذا العام في دور الأبطال. الهلال والمريخ يلعبان ينشطان في الدوري الموريتاني، يعني عندك لاعبين دوليين يلعبون دوري عادي جدا بالرغم من الظروف الأمنية اللي تعنيها السودان. فأنا أعتقد بأن المنتخب السوداني سيكون أقوى المنتخبات في هذه المجموعة، إن شاء الله يكون لما لا أقوى المنتخبات المنافسة على البطولة أو اللي يتأهل لأدوار متقدمة.
إذا خذينا عينة المنتخب الجزائري لا يمكن أن نقول بأنه وقع في مجموعة في المتناول أو في مجموعة صعبة أو في مجموعة سهلة. وقع أمام منتخبات يعرفها بوركينا فاسو، نعرفوها تاريخيا، ولكن كيف سيكون بوركينا فاسو في نهاية السنة؟ كيف سيكون غينيا الاستوائية في نهاية السنة؟ كيف سيكون السودان كذلك في نهاية السنة؟ هل يكون قد تأهل إلى المونديال وبعدين يأتي إلى بطولة كأس أفريقيا بثوب وبلباس متأهل إلى المونديال للمرة الأولى في التاريخ؟ فهذا يخليه أقوى من الجميع من الناحية المعنوية وكذلك النفسية وحتى من الناحية الفنية. اللي حبيت نقوله هو أنه توقعات والتحاليل الجماهيرية والإعلامية وحتى الفنية عادية وطبيعية، أنه حتى ولو صدرت اليوم بالسيناريو اللي موجود اليوم نقوله بأنه المغرب مرشح، كوت ديفوار